اقول لك مصطفى، قولي بابا. هاي اختي متعاركه ويا رجلها، وانا قلت لها تعالي يمنا ابقي. شوف هاي اختك لو جايه خطار اشيلها بعيوني، بس انت تعرفين كل الزين انه احنا على قد حالنا، ورجلها راعي مشاكل واخاف يسبب لنا مشاكل. وانت تدري انه احنا ما عندنا احد. وانتم ما عندكم احد صح؟ يلا شو تسوي؟ انت ما عندك غيرها وهي ما عندها غيرك. خابري خل تجي اقول لبي. لك اصلا انا من اجيت وحكيت وياك ترى مو دا اخذ رايك ولا دا اقول لك تجي لو لا، بس اني اجيت ودا اسولف لك على اللي صار وياها ماشي عيني. بقول لك اصلا رضيت والما رضيت اصلا هي جايه بالطريق. بس اريد اعرف من اخذتك لحد الان بهذا تصرفك. هسه يا ريت لو اني طالع من عندي فشي مو زين، الى متى تبقين بهيك تصرف وياي وبهيك طبع؟ ما تحاولين تبدلي؟ ومصطفى ايش قصار انت تحكي؟ سطرت راسي. جايه. يلا يلا نقلع بيت اختك. ايش بيك وياها؟ ايش وياها؟ ليش قاتلها؟ مسيريها. ليش شو مسوي؟ انا رجال اطلع ب 12 ارجع من 6 الصبح، ما تجي تحاسبني، انا ما مقصر بحقها، هي شغلها بالبيت وانا جاي اطلع اجيب لها اللقمه، ما تجي تحاسبني. انا رجال صاحب أكيد كيف هي اطلع ب غلطت، 12 هي ب 11 غلطت، ما بالليل يصير. ارجع من 6 الصبح تقوم لي بالواجب غصبا على راسها. ما يخالف، اوكي؟ أكيد ما يصير هذا التصرف ستي مالتك. لا اصلا تحكي اي كلمه. هاي صوت شكو هذا الصوت شكو. يلا شكو هالصياح اول شيء صوت الليل يلا مسموع. يلا طب جو بابا. طب يلا جو. انقلعي انقلعي يلا. اول شيء لا تصيح ببيتي وصوت الليل مسموع عثير اخوي. بس نزل ايدك من تحكي. هاي ايش بيك عليك يا كان قاعد احكي وياك عندك مشاكل بينك وبين مرتك انتوا اثنيناتكم تحلوها، بس تدخلون يعني. شخص ثالث يحلها، وهسه اللي قاعد تصيح هنا إيه؟ انت ببيتي إيه؟ فهو بيتي بيتك ماكو فرق. جاي تنصحني وانت مقطع. مو انا صح. درح بابا درح روح. بس اوقف خليني اقول لك شغله، بخل بس هاوش. اقول لك شغله. سولف يلا. اول شيء انت تدري انا عندي عمام وعندي خوان، ايه بس اللي يدور الستر واللي يتشفى الشر تصيحوا له مقطم، واللي يطلع عضلاته ويتمشكل ايه عملت. ويقتل العالم يصيحون هذا رجال ووراه عشيره. حبيبي الله سبحانه أزيدك وتعالى وصى بالستر. بابا جاي تنصحني دوخر وانت مقطع. ممنوع توصل للبيت. والله ما ادري ايش اقول لك، بس الله يهديك. معقوله بهالزمن هذا اللي يدور الستر يصيحوا له مقطم؟ حسبي الله ونعم الوكيل.